عثر مواطن سعودي بالعقيق في منطقة الباحة على إحدى الحجارة التي تعود لحادثة أصحاب الفيل، والتي أرسل بها الله عز وجل الطيور لقتال جيش إبرهة الذي قدم من الحبشة لمحاولة هدم الكعبة. ويعود تاريخ هذا الحجر الذي وجده المواطن السعودي صالح مسفر الغامدي إلى سنة 571 ميلادية التي شهدت هذه الواقعة ومهاجمة الطيور لجيش إبرهة بهذه الحجارة، والتي قال عنها الله عز وجل أنها حجارة من سجيل، حيث جعل ذلك الجيش الذي كان يتباهى به إبرهة كالزرع الذي داسته أكلت منه الماشية. رفض المواطن السعودي بيع هذا الحجر بصفة من الآثار التاريخية ب4 ملايين دولار لشخص مصري يعمل في مجال الآثار، في الوقت الذي لم تبد هيئة السياحة السعودية أي قيمة لهذا الحجر، وطلبت صاحبه بأن يقدم نسخة من بطاقة هويته وتسليم الحجر لها دون أي مكافأة مالية، فرفض. ويصل عمر الحجر الذي يزن 131 غراما بعدد حروف سورة الفيل مع حروف البسملة والتعوذ إلى 1442 سنة، حيث يحمل على سطحه سورة فيل والطير وبه ختم من الجانبين، فضلا عن أسراب من الطير أيضا. ومادة هذا الحجر من الطين المتحجر المحروق كما جاء في القرآن الكريم. وأشار صاحب الحجر إلى أن قصة عثور عليه تعود إلى منام يتعلق بوالده وجده.